السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. صنع المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل اليوم في بطولة كأس العالم، وهذا بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد ليصنع التاريخ ويكون أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم، حيث وبعد تسجيل الهدف الأول من طرف اللاعب النصيري صمد المنتخب المغربي طيلة المباراة وحرم المنتخب البرتغالي من التعديل. المباراة شهدت لقطة غير أخلاقية من الدون كريستيانو رونالدو، وهذا أثناء تنفيذ ركنية للمنتخب البرتغالي، حيث قام الدون بضرب ودفع اللاعب المغربي بانون، والذي شكل حراسة مشددة لرونالدو ولم يتركه يسجل أو حتى يلمس الكرة. بالتوفيق للمنتخب المغربي في مبارياته القادمة.